ابيض في ابيض. اليوم النهارده طويل، حبيت اخدكم معايا. بيس. تحاول تعمل افتراضات للمستقبل فيما يخص دخل المشروع ومصروفات المشروع، وبالتالي تقدر تحكم هل هذا الاستثمار اللي انت بتحطه النهارده هيجيب لك العوائد اللي تستحق. حاليا خلصنا اول شغل مع الحاج في المزرعه، كنا بنعمل شويه ابجريدز في المزرعه. عندنا ميعاد عند دكتور السنان، فنخلص ونطلع على دمياط. عندنا شغل مع مطعم بتر فلاي، بنخلص لفؤاد شوية حسابات، شوية بيزنس ديفلوبمنت كده على السريع. الافتتاح يوم الجمعة الجاية، فعايزين نشوف بقى ايه هنعمل ازاي، بقى نشتغل معاه ازاي. اهم حاجة هو بيبحث عنها ان الناس تعرفه الاول. تاني حاجة بعد ما الناس تعرفه لازم بقى تهتم بحتة اللي هي الكاستمر لايف تايم فاليو، او اللي هي CLTV، اللي هي باختصار ان العميل بتاعك يجي لك مرة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا، ويبقى عميل ليك مستمر. فدي بتيجي من بدري قوي، مش يعني المفروض تشتغل لها من شوية كتار، مش من يوم وليلة. بس وبعد بعد فؤاد هقول لكم برضو احنا قاعدين بنعمل ايه معاه. فجايبين انا وهو وواحده صاحبه اختي محاسبه، امال، شوت اوت لامال. فهنشوف بقى الدنيا معاه ايه في الحسابات وكده، وحتى لو في خصومات او اي حاجه من هذا القبيل. انا مش من باب اللي انت تعمل خصومات في الاول وكده، على حسب برضو البوزيشن بتاع البراند، او انت يعني حاطط نفسك ازاي في السوق. انت حاطط نفسك واحد بريميوم او لوكسجري او هكذا، فانت مش مينفعش تعمل خصومات يعني او هكذا. فلو انت بقى لوكال او كوميرشال يعني بالصورة الاوضح، فهو لازم تكون بطريقة ما انك تعمل الحاجات دي، وبرضو ايه تخلي الناس جايه لك. فبس، وبعدها هنعمل الفيديو بتاع الفاليديشن. مش عارف بقى هصور النهارده ولا بكره الصبح، بس زي الفل يعني. عندنا ايه تاني؟ وممكن احتمال ننزل برضو للعملاء تاني في البيزنس بتاعنا بقى، اللي هو building a brand. عندنا هننزل للعملاء تاني، ممكن نعمل كذا سامبل تانية وننزل نتكلم مع الناس. الموضوع ده دلوقتي دخل في حتة الإيثيكال والإيثكس، أخلاقيات العمل. وانت عايز برضو من ناحية حلال وحرام، لسه هنشوف. دي هي بنسبة كبيرة حلال يعني ما فيهاش حاجة، بس نسبة اللي هي ان الناس او انت اخلاقيات العمل، اللي هو انت اصلا انت راضي ان انت تقدم حاجة زي دي ولا لا. ففهمكم الموضوع ده بعدين، بس في فيديو الفاليديشن ان شاء الله صوره. وبس اشوفكم عند دكتور السنان بقى. نعم. فالاستاذ بندر الثبيتي نعلن لكم الحين انه ومن هذه اللحظة 14 جمادى الثاني 1435 أصبح هو المالك الرسمي لقناة كفر الشيخ الحبيبي. هي مفيش شك ان هي فيها فوائد كتيرة جدا، يعني فيها ليرنينجز كتيرة جدا. انا شايف ان هي تجربة على قد ما هي مؤلمة جدا، على قد ما هي من غير اي مبالغة هي احسن حاجة حصلت لي في حياتي. لان انا طلعت من التجربة دي مستفيد استفادة كبيرة في جميع الاصعدة. اول شيء يعني انا فهمت كويس قوي الشارع المصري عامل ازاي، فهمت الثقافة المصرية اكتر بكتير، وانا كنت مدعي ان انا فاهمها كويس. يعني انا وسط اصحابي وسط الناس اللي حواليا، انا بادئ من وانا صغير مندوب مبيعات وشايف نفسي ستريت سمارت، واكتشفت ان المواضيع دي يعني زي ما بيقولوا كده ما توكلش عيش، هي السجن. لان انا دخلت البلاعه زي ما بيقولوا كده.
التجربة على قد ما هي قاسية جدا، على قد ما هي الحمد لله فيها إيجابيات كتير. أول حاجة زادتني احترامي جدا لنفسي، ادتني ثقة كبيرة جدا في نفسي. لا أي حاجة. ماشي 26. هنروح الزهراء وبعد الزهراء هنعدي على العين. نلف هنا بقى في نمسك المركزية الأول بدل ما احنا في المركزية. تعمل ايه؟ بصور. تعالى هنا. طب افتح البتاع. تعالى. ده انت مشغله. فين بقى؟ ليه بقى؟ بحاول أعمل فلوج النهاردة. اعمل فلوج يا باشا. بس أنا ما بعرفش أصور وأنا في البتاع في نفس الوقت، وأنا بعمل حاجة في نفس الوقت، فاهم؟ هو انت بقى تجيب البي او في هنا؟ بي او في بقى يا باشا، وتعلقه على اي حاجه وخلاص. أنا عايز أجيب بتاعة العربية دي. تعالى ننزل نجيبها. انا اصلا عايز اجيب تليفون النهارده. تليفون؟ بس مش ليا لحد تبعنا. ايفون؟ لا ايفون ايه؟ عايز تليفون بحدود 6000 جنيه. ماشي يا عم، الايفون بقى ب 30000 عادي يعني. بس لسه شاري تليفون لاخد انا عارف. انا عايز ادور على تليفون حاجه كده في الحنين منه كده. لام واحد صاحبي بعت لي الفلوس وقال لي خد يا علي. نمر على حاجه معينه. لا علي مش عايز اعمل ايدي. عايز اي حاجه تقول الو يعني، فاهم؟ حاجه عشان لما يكلم امه والجو ده، فاهم؟ بس موجود 6 يعني؟ هدوس 6. خلاص اوديك عند اللي انا كنت جايب منه. هو عموما ارخص واحد ولسه فاتح. عنده حاجات اندرويد. عايز مشاومة. مبروك جالك 500 واحدة. ده انت صح؟ 700. لا جالي 500 اهو. لا اقسم بالله انا شاحن لك ب 750. ايه في عاملين ايه يا شباب؟ لسه مخلصين اليوم الساعة 2:02. موبايل النوكيا العزيز. مخلصين اخر مشوار. عملنا ثانية نفتح النور تاني. ما عملناش كل حاجة في اليوم زي ما هو ماشي، بس عملنا فاليديشن. ما عملناش فاليديشن اقصد تاني المرة التانية. استنوا الفيديو بتاع الفاليديشن. كل شوية اقول استنوا الفيديو بتاع الفاليديشن. المهم كان ان قعدنا بقى ايه فترة طويلة نتكلم حوالي 3 ساعات. لسه مخلص الساعة 2 اهي، مروح ان شاء الله اوصل بالسلامة يعني. الصراحة موضوع صعب يعني، موضوع صعب. ما فيش خبرة، ما فيش باك جراوند عن ألف ب بيزنس. ربنا وفقنا كل حاجة. حتة انك تدبس نفسك برضو من غير حتة باك جراوند تشيك اديوكيشن، او يكون عندك خبرة معينة، حاجات تعملها، عندك خطة في عقود عارف هتمشي ازاي، عندك contingency plan اللي هو او risk assessment plan. لو دي ما نجحتش هعمل يعني ايه المخاطر، لو دي ما نجحتش هشتغل ازاي، هسوق ازاي. كل الكلام ده مهم جدا. لازم يكون اللي هيبدأ اي مشروع يكون عارفه، يكون عارف المخاطر، يكون عارف هو هيشتغل ازاي، يبيع ازاي. لكن كنا يعني هي كانت قاعدة شبه القعدة بتاعت الكونسلتنج كده. كونسلتنج. انا عمري ما تخيلت ان انا اكون شخص بعمل كونسلتنج لشخص تاني. الحمد لله يعني وكل حاجة، بس الامور ليست على ما يرام، وربنا ما يحطش حد في نفس يا علي ثواني. اكمل لكم بعدين.